السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في برنامج هوايات مصرية. والنهاردة هنتكلم على موضوع تساءل عليه ناس كتير، الا وهو الدبل. الدبل طبعا موجود انواع من الدبل، في النحاس او في البلاستيك او في الفايبر. في حاجات دلوقتي بقى بتيجي من بره اشكال والوان وانواع. كل واحد بيختار الدبله اللي بيعجبه شكلها او لونها، بيكتب عليها اللي هو عايز يكتبه. في ناس بتكتب السنه ورقم الدبله والاسم، وفي ناس بتكتب السنه ورقم الدبله والاسم والجمعيه اللي هو تابع ليها، وفي ناس بتحط عليها رقم الموبايل، في ناس بتحط عليها عنوان. دي حاجه ترجع لك انت، ايا كان انت ايه اللي بتكتبه على الدبله. انا عامه بحب ان انا اكتب الاسم وسنه الانتاج، رقم الدبله والتليفون. التليفون بينفع في حاجات، يعني في كذا حاجه. اولا بينفع ان انت لو حد شاف انتاجك وعجبه التميز بتاعه، بيبص مين المنتج، بيكلمك لو محتاج ان هو يتواصل معاك، ان هو ياخد من عندك انتاج، او ان هو يجي يتعرف عليك ويشوف المستوى الحمام اللي عندك. او لا قدر الله، طبعا احنا عارفين ان سرقه الحمام مشهوره ومتواجده ومفيش حد ما اتقرص منها. بتنفع ان لو فرد حمام اتاخد من عندك، ممكن في ناس محترمه بيبص على الدبله يلاقي رقم تليفونك او كده، يتصل بيك ويتواصل معاك ان انت توصل للناس اللي خدوا الحاجه. او لو في فرد طار من عندك غلط، يعني انا مثلا بادي بطلع من ترابات حمام زاجل، وفي وسط الحمام طلع حمام اكتاف الوان. لقيت حد بيتصل بيا بيقول لي ان في فرده راحت عنده بالغلط، راجل محترم جدا من النهضه. رحنا وتواصلنا معاه ورحت وفعلا استلمت منه الفرد، والراجل ما رضاش ياخد مننا اي حاجه، مشكورا. ويا ريت يبقى في ناس محترمه زيه كتير. بالنسبه للدبل، الدبل كلها مقاسات، فعندنا مقاس 7 و8 و9 و10 و11، وكل المقاسات دي قصادها انواع. يعني الزواجل مثلا بتاخد 8، المراسلات والهومر رجلهم اكبر شويه بياخدوا 9. الحاجات اللي بتبقى بشراويل او رجلها فيها حجم ريش كتير بتاخد 10 و11. انا عامه عشان بربي كذا نوع، فعندي 3 مقاسات او 3 دبل مختلفه. هنبتدي بدبله اولا اللي هي دبله الزاجل. وانا دبله الزاجل اللي عندي، لو انا بلبس دبله زاجل فانا بلبس دبله اتحاد. هو عامة أي حد بيربي زاجل ومشترك في اتحاد الحمام أو في جمعية للحمام الزاجل، لما بيجي يعمل الاشتراك السنوي بيديله مجموعة دبل بأرقام، تمام، بيبقى عليها رقم عريض قوي كده وباين، بيبقى معروف إن الغاوي الفلاني أو المربي الفلاني معاه رقم دبل من 300 ل 350، معاه من 300 ل 400، سواء بس كان خد 100 دبلة أو 50 دبلة. فدي مثلا دبلة السنة اللي فاتت، دي دبلة الجمعية المصرية للحمام الزاجل، دي دبلة 2016. دلوقتي الحمام الزاجل الاتحاد المصري الحمد لله رجع تاني وفتح، فابتداء من 2017 من 2018 هيبقى في دبلة الاتحاد المصري. انا لسه ما عنديش منها عشان اقدر اوريكم شكلها، بس ان شاء الله اول ما هتبقى موجودة هنتواصل وهنوريكم شكلها عامل ازاي. انا عندي سواجل زينة اكتاف وملونة وايس وبارلس وحاجات كده، فبلبسهم دبلة تانية، دبلة 8 برضو، دبلة سودة. انا حاطط عليها ايه سنة الانتاج، وحاطط عليها رقم التليفون بتاعي، وحاطط عليها ابو عطا اللي هي اسم المزرعة بتاعتي. ودي دبلة مقاس 8. في دبلة تانية مثلا انا برضو بستعملها اللي مقاس 11، دي بلبسها عندي انا للساتانيت والبلوند نت واللونج فيس، حاجات اللي هي بتبقى رجلها فيها شراويل وبيبقى فيها نسبة ريش عالية. الدبلة حاجة مفيدة وفي نفس الوقت حاجة مؤذية جدا. اخطر حاجة ان انا البس فرد دبلة ضيقة. اي زغلول، وبالمناسبة تلبيس الدبلة بيبقى من 8 ايام ل 12 يوم حسب الزغلول اللي انت بتتعامل معاه. لو لبسته دبلة هتبقى مريحة وحلوة في رجله، بس اول ما الريش بتاعه يبتدي يطلع والاسلحة بتاعت الشروال تكمل، هتلاقي الدبلة دي زنقة على رجله، وممكن لا قدر الله تبقى سبب ان هي تكسح فرد، او ان هي تبوظ رجليه، او ان هي تقطع الدورة الدموية عن رجله، انها تضمر، وان انت هتضطر ان انت بعد كده تشيل رجل الفرد ده.
فيا ريت اللي بيعمل دبل يستشير حد يكون فاهم عشان يقول له مقاس ايه لانهي حمام حسب اللي هو بيربيه. هناخد النهارده تجربه كده بسيطه. احنا معانا زغلول اهو النهارده، ده زغلول جاوا من الحمام اللي هو بيقولوا عليه الهزاز الروسي، اللي هو اللون بتاعه صالد اللي هو ساده. وده حمام من الحمام اللي بيبقى فيه شراويل وبيبقى فيه شعر كثيف في الرجل، فاحنا بنلبسه الدبله بدري شويه. والطريقه بتاعت الدبله سهله جدا. اولا انا بمسك الدبله بعدلها على العدله السليمه عشان تعرف تتقري. بمسك الرجل بتاعت الفرد، بتني الصباع اللي هو اللي ورا ده ناحيه العظم بالشكل ده، تمام، وبخلي الثلاث صوابع التانيين مستقيمين. باجي بدخل الدبله بالشكل دوت بالراحه طبعا، وبعدين بقوم معدي الصباع الاخراني، وكده بتبقى الدبله ركبت في رجل الفرد. ويحبذ ان دايما احنا بنلبس الدبله في الرجل اليمين. لو انا بدبل زاجل عايز احط دبله اتحاد، بحط الدبله في الرجل اليمين، وممكن احط دبلتي انا كمربي في الرجل الشمال عشان يبقى معروف ان ده فردي او انتاجي، او ان انا عايز يبقى حمامي معروف معين. في دبل تانية موجوده في السوق برضو وتتداول وكلنا بنشوفها، اللي هي زي الدبل دي او الدبل دي بتبقى دبل بلاستيك مفتوحه وعليها ارقام. طبعا انا محبس ان الدبل دي تتلبس للانتاج بتاعك. احنا بنلبس دبله اللي هي المقفوله للانتاج، بحيث انها ما بتتفتحش وما بتقعش ومش سهله الكسر، فدايما بتبقى موجوده في رجل الحمامه بتاعتك. الدبل المفتوحه دي ايه استعمالها؟ انا شخصيا بستعملها في الحضانه. بجيب لونين مختلفين، بجيب مثلا من 1 ل50 ازرق ومن 1 ل50 لون اللي زي الموف ده مثلا. بحط للذكر في رجله اليمين رقم، وبديها للنتايه نفس الرقم في رجلها الشمال. لاي سبب من الاسباب حمامه ماتت عندك، فبتطلعها تشوف دي حمامه دي نتايه لابسه دبله في الشمال لونها موف رقم 39، اقوم جايب نتايه بديله واحط لها نفس الدبله واوديها لنفس الذكر. ودي طبعا بتبقى مفيده جدا في الحضان السايب. لو عندك مجموعه حضان سايب ان انت تبقى عارف انهي ذكر بتاع انهي نتايه. وبرده في الحضان المتبوب عشان بتنقل من مكان لمكان، بتفضي من لفت للفت. لا قدر الله دخلت لقيت 3 4 فروده سايبين لاي سبب من الاسباب، واحد بيكلف عندك ساب البيبان مفتوحه، انت نسيت الباب مشرق والفرد زق وطلع، ايا كان السبب، بتبقى عارف ان الفرد ده بتاع الباب ده وبتاع النتايه دي، سواء اذا كان التحضين سايب او محبوس. وانا برضو بحب اعملها ليه؟ لان انا بريح. انا ممكن واحد صديق مثلا ليا او واحد عزيز عندي يجي يقول لي معلش يا محمد انا عايز منك 5 أصوص او 10 أصوص او كده تحضين، يكونوا حاجات جاهزه بتحضن حاجه معينه، يكون مستجد لسه وعايز ياخد من عندي تحضين. فدي برضو بتسهل عمليه ان انا اجمع الحمام كله احطه في شياله واحده، واقول له كل ذكر لابس دبله زرقاء في رجله اليمين، وكل انتايه لابسه دبله موف في رجلها الشمال وبنفس الارقام. فهيروح البيت هيفتح الشياله هيفرز سريعا، كل ذكر يديله طرته بدل ما يقعد يلقي او يخلف اللقو، او يبقى اصلا قايل له بيزق حاجه يروح هو يحط تحتيه حاجه تانيه. اتمنى ان احنا النهارده نكون فدناكم في موضوع بسيط زي الدبل ولو انه مهم جدا. وان شاء الله نقابلكم تاني في حلقات تانيه ومواضيع تانيه وعناوين تانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.